ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع قناة يوميات حنان في المطبخ. النهارده هنعمل معاكم البسكوت الهاش الفلاحي. حاجه كده تقدروا تقولوا ان هي عامله زي الريم، بتدوب دوب يعني مش بتستحمل اصلا. يلا نشوف هنعمله ازاي ونشوف معانا ايه. النهارده انا هعمل مقدار 50 بيضه. مش هقول لكم قد ايه دقيق لان انا بضيف الدقيق على حسب العجينه بتاعتي، وكله بالميزان. تمام، يلا نشوف هنعمل ايه. طبعا السنه اللي فاتت، السنه اللي قبل دي، عملت معاكم البسكوت الناشف، عجب ناس كتير والحمد لله. والنهارده هعمل لكم البسكوت الهش جدا الفلاحي لان طلب مني كتير بصراحه. يلا نشوف مكوناته ايه. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب لقناه يوميات حنان في المطبخ. نسمي بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا الدقيق، واحنا مش هنقول لكم دقيق قد ايه. هو حوالي ال50 بيضه هياخدوا من 5 كيلو دقيق ل6 كيلو، مش هيضيف اكتر من كده. تمام. الدقيق لازم يكون دقيق فاخر، يعني دقيق نضيف. تمام. معايا هنا 2 كيلو ونص سكر بودر، 2 كيلو ونص. تمام. اكتبوا المقادير دي وانا برضو هسيبها لكم في الديسكريبشن. ومعايا 50 بيضه. انا معايا بيض بلدي، انتوا لو هتحطوا بيض وزاري خليهم 45 بيضه. تمام، او لو 50 بيضه عادي مش هتفرق كتير. تمام. معايا عصير برتقان، تقدروا تجيبوا برتقانتين كبير كبار، اتنين بس، او زي ما انا مستخدمه كده، انا كانوا عندي متبقيين صغيرين فجبت الاربعه دول. معايا نص كيلو حليب لبن سايل. معايا كيلو سمنه. السمنه انا هستخدم روابي في البسكوت لاني مجرباها اكتر من مره وحلوه جدا بصراحه. ده مش اعلان ولا دعايه، بس انا بصراحه للامانه بقول لكم كل حاجه بصراحه انا بستخدمها ازاي. تمام. على فكره يعني ممكن تقولوا طب انت على التكلفه دي كلها تقدري، طب ليه جت على السمنه البلدي والكلام ده كله؟ تقدري تضيفي سمنه بلدي عادي، يعني الحمد لله الخير كتير ومتوفره وكل حاجه. بس انا مجرباها في البسكوت حلوه جدا. تمام. يعني عندنا السمنه بلدي والله مش رطل ولا اتنين، لا اهو ما شاء الله. بس السمنه البلدي يفضل ان انت تعملي بيها الكحك. تمام. والغريبه بتطلع بصراحه ممتازه وروعه. البسكوت استخدموا له روابي، فهستخدم لل50 بيضه قد ايه سمنه؟ هستخدم كيلو واحد سمنه. تمام. العلبه اللي هي الكيلو. هجيب بقى خميره جاهزه. الخميره دي عباره عن ايه؟ ل50 بيضه بنحتاج حوالي 200 جرام من النشادر. 200 جرام، دول هيطلعوا 200 جرام. تمام. معايا الفانيليا ومعايا 2 بيكنج باودر. تمام. يبقى 50 بيضه من 5 كيلو ونص ل6 كيلو دقيق، 2 كيلو ونص سكر بودر، علبه سمنه اللي هي الكيلو، نص كيلو لبن، برتقان هناخد البشر بتاعه وهناخد العصير البرتقان. والخميره زي ما قلت لكم احنا بنشتريها كده جاهزه. بنقول عايزين عندنا في الصعيد بنقول عايزين خميره ال50 بيضه فبيدوها لنا كده. طبعا حابه تضيفي فانيليا تاني براحتك، بس دول مع عصير البرتقان وبشر البرتقان ممتازين جدا. يلا نسمي بسم الله ونجيب العجان بتاعنا. بما اننا في الصعيد فكل حاجه على الطبيعه. نسمي بسم الله. هنكسر البيض بتاعنا الاول في حاجه، في بوله كبيره. تمام. واجهزهم وارجع لكم. اول حاجه هنضيف السكر. على السكر هضيف السمنه. بسم الله. 2 كيلو ونص سكر عليهم كيلو سمنه. تمام. كيلو سمنه اهي. هدوبهم كويس جدا. وبعد ما ضفت السمنه والسكر فضلت زي اعجن فيهم كده جامد. هتحس ان هي بتكتل معاكي، وطبعا السمنه اللي انت ضايفاها سايحه بتتقل معاكي شويه من البروده طبعا بتاعت الجو. هننزل بقى بالبيض. هتفضلي بقى تضربي 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 جامد جدا. طبعا انا هنا استخدمت الخلاط، قفلت الكاميرا واستخدمت الخلاط بعد ما قعدت اعمل بايدي كده شويه علشان اخد القوام اللي انا شايفينه ده، اللي انا وصلته للدرجه دي. ده بصراحه للخلاط يعني.
تمام. ضفت طبعا مع البيض، اول ما بتنزلي بالبيض بتنزلي بالفانيليا. نزلت بقى بنص كيلو الحليب السائل. عايزه اقول لكم بقى ما تنسونيش في لايك وشير عشان عايزه الفيديو ده يوصل لعدد كتير من الناس. بصراحه وصفه حلوه جدا ومقادير مظبوطه قوي، وكمان حاجه كده يعني تستاهل ان هي تتعمل بصراحه. هننزل بقى بالبرتقال. طبعا احنا اخدنا البشر بتاعه هنضيفه دلوقتي. وهنا هعصر البرتقال. طبعا حابه تعمليه في عصاره براحتك مفيش اي مشاكل، بس طبعا هم عشان اخدت منهم البشر فهتلاقيهم ان هم بقي طريه، البرتقال بقت طريه كده شويه، فممكن تستصعبيها في العصاره. المهم عصرتهم وحشت البذور بتاعتهم كويس جدا، وشايفين القوام معايا فتح اصلا، اللون بقي فاتح جدا. ده بقى النشادر اللي انا قلت لكم عليها. هكتب لكم كل المقادير دي في الديسكريبشن. بس انتوا كل ما عليكم ان انتوا تحطوا لنا لايك كتير علشان الفيديو يرفع معانا باذن الله. الدقيق بتاعنا هضيف عليه الاتنين باكت بيكنج باودر. تمام كده. نزلنا بالنشادر على البيض وضفنا البيكنج باودر على الدقيق، وهننزل بالدقيق بتاعنا. دول الدقيق اللي هم 5 كيلو بالظبط. حسيت ان العجينه طريه جدا معايا، تقدري تستخدمي، هي مظبوطه وتعمل معاكي بسكوت جميل وكل حاجه، بس تعملي بيها اللي هو بالقمعه بالكيس. تمام. اللي هو بتاع الكريم شانتيه. فانا بصراحه مش هستخدم الكريم، مش هي الكيس مش هينجز معايا، فانا هستخدم مكنه. انا عامله كميه كبيره بسم الله ما شاء الله. فرحت ضايفه كيلو دقيق تاني، يبقى كده المقدار 50 بيضه لو انت هتستخدمي المكنه. شايفين هنا العجينه كانت 5 كيلو بس، كانت تنفع للكيس كويسه جدا وهتمشي معاكي بمنتهى السهوله. انا بقى عشان هستخدم مكن فقمت ضايفه الكيلو التاني الدقيق. تمام. حد ممكن يقول لي طب ما الكيلو ده هيفرق، ده كتير جدا وممكن يبوظ لي العجينه. لا مش هيبوظ العجينه ولا حاجه. بصوا هنا العجينه بتلزق بس تلزيقه بسيطه جدا. تمام. يعني انت لو حطيتي حبه سمنه صغننين في ايدك مش هتلزق ولا حاجه. هنا بقى قلت لكم ان انا هستخدم الكيس في حاجه بسيطه علشان اوريكم ان هي دلوقتي في السمك ده تنفع في الاتنين في المرحلتين. بس بصراحه انا كحنان مش هتنجز معايا القمعه، مش هينجز معايا الكيس خالص. فاستخدمت بقى المكنه. جهزنا بقى مكانتين كده، حطيناهم طبعا على الطبليه الصعيدي بتاعتنا واشتغلنا بقى. دي كانت تجربه ودخلت الفرن وكانت جميله وكل حاجه. اتعودي ان انت لما تعملي مقدار كبير ما تعمليش صواني صيجان كتيره وتدخليها الفرن مره واحده وانت لسه ما عملتيش تيست للعجينه وتجربيها في الفرن. شايفين جميله جدا. اتمنى بقى فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتعليق حلو ليوميات حنان في المطبخ. شايفين بقى طالع حاجه كده هشه وناعمه ودايبه دوب. حتى الحبه اللي اتكسروا دول انا حطيتهم على جنب علشان اوريكم ان هو حاجه هشه جدا. دي كانت صينيه عايزه اكلمكم عنها، اللي هي الصواني الصيجان بتاعه البلد بتاعه الصعيد. ده بقى الكميه كلها اللي خرجت من 6 كيلو دقيق و50 بيضه. بسم الله ما شاء الله. كتير يعني كتير جدا. هم عملوا كام كرتونه؟ الكرتونه حجمها حلو 3 ما شاء الله. الكميه حلوه جدا، حاجه كده روعه. انت طبعا تقدري تضاعفي الكميه وتقللي الكميه براحتك. اظن ان احنا نقدر ان احنا نعمل 25 بيضه. هنحط نص المقدار، هيبقى كيس واحد بيكنج باودر، وطبعا الفانيليا، كوبايه حليب واحده، نص كيلو سمنه، كيلو وربع سكر، ايه كمان قلنا الفانيليا. النشادر هتبقى نص الكميه دي، يعني حوالي 100 جرام. ايه كمان او 85 جرام، مش هتكمل 100 جرام. ايه تاني؟ بس كده. السمنه والبيض 25 بيضه. دي كانت صاجه بعد ما خرجت من الفرن. وكده اسيبكم في رعايه الله، ما تنسونيش في الدعم. مع السلامه.